فتحصل إعلانات في الشوارع والشعار خذ التقسيط المريح، أي مريح وفي النهاية يحمل هم الديون أو يجرجر في المحاكم أو يحبس في السجون. المشكلة إذا أخذ الإنسان القرض من البنوك الربوية، والله المستعان، ننصحه فيقول والله يا شيخ أنا محتاج. بس ليش تأخذ القرض الربوي؟ الله تعالى يبتليك حتى يختبرك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله أن تصبر على الفقر والجوع وسوء الوضع المادي أخف من أن تتحمل عذاب الله. كيف تطيق أن تحارب الله؟ يقول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هكذا هدد الله تعالى أهل الربا. وأبشرك هذا المال الذي أخذته بالربا ستحرم البركة فيه، مال موبوء حرام سحت منزوع البركة.